عارفه يا ميرنا؟ ايه؟ النهارده محضر لك مفاجاه تحفه. ايه؟ النهارده عازمك بحجوجه. حجوجة؟ مين حجوجة دي؟ حجوجه ده بيعمل اكل محترم. وهتعرف تعمل الوكل اللي عم نعمله احنا في الصعيد؟ يا بنت حجوجه دي اصل الاكل الفلاحي. احنا اصل الوكل الفلاحي. يا ست ماشي، بس انا اقصد هم بيعملوا اكل محترم. بمناسبة الوكل، ابويا قال لي عايز اشوف مينا ضروري علشان الفرح قرب ولازم يعدي الاختبارات. اختبارات؟ اي اختبارات ايه دي؟ الاختبارات اللي حاططها ابويا عشان الجواز. انت فاكر انها سبهلله كده عايز تتجوز بنت من الصعيد تتجوزها كده عادي؟ لازم تعدي بالاختبارات وتنجح فيها كلها. اختبارات ايه يا بنتي؟ ده انا اول مره اسمع الكلام ده. اختبارات ايه؟ وبعدين ما انا عندي ناس كتير اعرفهم واتجوزوا من الصعيد ومفيش حد عمل ولا اختبارات ولا نيله. لو سالت في الصعيد كلتها هيقول لك مفيش اختبارات ولا حاجه الا عندينا. دي عادات وتقاليد ابويا. قال لنا ايه؟ انا واخواتي هتتجوزوا من العيله كان بها، ما هتتجوزوش من العيله وتتجوزوا من بره موافق، بس اي حد يجي من بره لازم يعدي الاختبارات كلها. وايه الاختبارات دي ان شاء الله؟ اول اختبار، ايوه على فكره المفروض ما اقولهم لكش، بس انا عشان احبك يعني المفروض تتفاجئ بيهم. صراحه حق ربنا يعني. اتفاجئ بيهم؟ هاي بتحفيني يا اللي بتحبيني. هاي اول اختبار. ابوي هيجيب دكر بح قد كده او بحايه معرفش، المهم تكون غليظه قوي، ويحط حبل قدامها ويحاول يخليها تعدي الحبل. عدت الحبل يبقى ما تنفعش، ما عدتش الحبل يبقى تنفع ليه؟ ايوه يحط لك البحايه دي او دكر البط وتقوم بيه لوحدك. لازم اقوم بايه؟ اكله؟ ايوه لازم ما يكونش يقدر يعدي، يعني من كتر ما هو غليظ وسمين ما يقدرش يرفع رجله ويعدي الحبل. ده عاجز ده ولا عايز عمليه؟ لا ما من كتر الدهون اللي على قلبه. خروف اقوم بيه لوحده احسن، يكون اتقل بالمره. لا هو قال لي الدكر بحها. ده المفروض ابقى جاي مثلا صايم 40 يوم ولا 50 يوم عشان اكله ده ولا عمليه؟ لازم يبقى كله مليان دهون. يا بنتي انت جايه ده اختبار ولا سكته قلبيه؟ لازم تعدي الاختبار ده يا مينا. اللهم طولك يا روح. ماشي يا ست، لو على الاختبار ده عادي هنبقى رايحين جعانين وهنخلص. ماشي شوف عايزني قبل امتى واروح له. لو عديت الاختبار ده هتدخل على الاختبار التاني. مش هقدر اكل حاجه تاني. انا ده لو اكلت ده انا مش عارف هعرف اكل ده اصلا ولا ده لازم وفي يوم واحد. ايه هو اللي في يوم واحد؟ حاجه خفيفه كده كلنا عم ناكلوها. ايه هي؟ هتاكل كبده نيه. طبعا كلنا عمالين ناكلوا كبده نيه عادي يعني. ده مين دول اللي عادي بياكلوا كبده نيه؟ كل العالم بياكلوا كبده نيه. ما حدش بياكل كبده نيه. تحط عليها شويه من الليمون وتاكلها كبده نيه. تقعد ما فيش غيرك انت يعني. تحط الكبده النيه دي الكميه اللي هيحطها لك على قد ما هو يحط. ترش عليها ليمون، تعصر عليها ليمون وتقعد تاكل فيها. طب انا عندي حل احسن. هاي انت هات الجاموسه وانا افضل اعضعض فيها وهي واقفه كده. لا هيبقى احسن من الكبده النيه. هتعدي الاختبار التاني. استغفر الله يا عم احمد العوضي عمال ياكل في الكبده النيه على طول وفي البرامج وفي كل حته. ما يا ست انا مالي باحمد العوضي؟ ما هو انت شايفان انا العوضي مش هاكل انا. وانت ليه ما تبقاش زي العوضي؟ هو نفسه حلو الراجل، انا نفسي ما تجيبنيش انا بتاع ده. انا كل ده بفكر في الاختبار الاولاني اصلا. ماشي يا ست، على الاختبارين دول هدوس على الاولاني دي هتبقى مستويه. امال هاكلها نيه؟ هاكل بطه نيه؟ ماشي يعني الاختبار الثاني اصعب. يا ستي عادي هعدهم لك حاضر، عشان خاطر عينيك، عشان خاطر الورد يتسقل عليه. يلا عديت من الاختبار الثاني بتاع الكبده النيه. ايوه تدخل على الاختبار الثالث. يا ستي وانا رايح اقدم شرطه؟ ايه انا رايح اقدم شرطه ولا حربيه؟ ايه الاختبارات دي؟ ده عشان تتجوزني يا ستي. ايه الجوازه دي؟ ما كان ينفع تجوزني يا ابن عمي ويتجوزني. ما اتجوزكيش ليه؟ انا قلت لهم لا خدش غير مينا عاد. سلام على الاخلاص. الاختبار الثالث. حضرت فيلم ابوكاليبتو. ايه؟ فيلم ابوكاليبتو. ايه فيلم ابوكاليبتو ده؟ عرفت فيلم ابوكاليبتو؟ ده كان هيجي على نتفليكس. ايه وانت تعرف نتفليكس؟ ايه اسمه ابوكاليبتو. اي ماله بقى؟ ايه علاقة الفيلم يعني ما احنا ابويا واخد من الفيلم. واخد ايه من الفيلم؟ اقول لك في لقطة فيها يقول البطل وكم واحد كده يرمح
ويبقوا واقفين كده وينشنوا عليهم بالسهام. ما تخافش، مش هينشنوا عليك بالسهام، لا، بس هو ابويا هيقول لك ايه، ترمح على قد ما تقدر. ارمح يعني ارمح اجري؟ على قد ما تقدر. افضل اجري يعني؟ ايوه، ايه العلاقه يعني؟ انت تفضل ترمح كده، ايوه، وابوي يطلق عليك رجاله البلد كلتها بالزقل. ايه هو ده؟ واللي يحصلك فين ويوجعك ويديك، فين ويوجعك ويديك. لا ثواني بس عشان استوعب، يعني هو ابوك هيخليني اجري في اي حته؟ مش انت عمال تقول لي انا طالع بطل العالم في الكوره وعمال افتح سبرايت في الكوره افتح ايه؟ سبرايت. افتح سبرايت في الكوره ازاي يعني؟ انت بتفتح سبرايت في الملاعب، عمال تقول لي بفتح سبرايت. حد سبرنت، بفتح سبرايت هترمح يعني. مش انت عمال تفتح السبرنت؟ ايوه ثواني، وبعد ما افتح سبرنت اللي هيحصل لي بقى، تخيل نفسك في الملعب وهتلعب كوره، تفتح السبرايت ده. ايوه يعني في مسافه معينه على اخرك؟ لا، افضل اجري لحد لو وصلت يبقى خلاص يعني ولا ايه؟ وصلت؟ لا، هو هترمح كده في الطن. ايوه لحد امتى يعني؟ هما يجروا وراك. الرجاله دي مين اللي كانوا عايز يتجوزونا وما رضيتش بيهم؟ ما يفيدش شغلهم فيا يعني ولا؟ لا، بالزجر الا هي. بالزجر اللي هو النبوت؟ لا يا اخوي، النبوت. ايوه يعني انا تعبت وواحد راح جه من ورا مثلا وراح مسكني، يعمل ايه بقى؟ على دماغك ويديك بالنبوت؟ ده حكم اعدام يعني ولا انتوا عايزين تخلصوا مني يعني ولا ايه؟ لا يا حبيبي، تبقى خسرت. شوف واحد هبقى مت. هتبقى خسرت. هبقى خسرت. ويعني مت احسن من اللي قبلها. ليه يا ستي وانت ميرلين مونرو؟ انت مين يعني؟ مش فاهم انت مين؟ المهم اللي هو ده اللي لازم تعمله انت، علشان دي عاداتنا ودي تقاليدنا ودي عادات ابويا وتقاليده، وانت بس اللي هو الاختبار ده تقف على خط البدايه. ابويا اول ما يصفر ترمح. ايوه انا هفضل ارمح. الموضوع ده هينتهي امتى؟ لحد ما الرجاله يتعبوا. لحد ما هم اللي يتعبوا؟ ايوه، هيختبر صحتك ويختبر نفسك وطول نفسك. خلاص يا ست لو جت على الجري انا زي ما قلت لك بعرف افتح سبرايت كويس وهقعد اشرب وانا بجري. انا قلت لهم بطل العالم في الكوره. بطل العالم؟ ماشي. خلصت من ده وعديته، تدخل على الاختبار اللي بعده. لا سواء بس استنى بس دقيقه بس، هم كام اختبار؟ معرفش يا ولدي، انا غشيت لك كام اختبار كده من اللي ابويا هيعملهم فيك. خلصوا ولا لسه؟ امي ساعدتني في كام اختبار. امك؟ ايوه، قالت لي قولي له يمكن الواد مسكين، يمكن عايزه تاخديه. انت كده في صف يعني؟ طبعا، ليك اللي قبلك حد غششهم. طب قولي الاختبار الثاني ايه؟ الاختبار اللي بعده تعدي دور، هتعدي تخافش. تعدي دور، تدخل على الاختبار اللي بعده. اللي بعدها ابويا هيحط لك زواج كتير على الارض. تحط ليه؟ زواج. ايه زواج ده؟ الزواج ما انا فهمته لك قبل كده، انت عماله تنسى. الزواج ده اللي هو الزواج اللي بيبقى على الارض ده، اللي يعني بس افتكرته الازاز المكسر. ايوه، هو الزواج ده. يحط لك زواج كتير على الارض. ماله بقى؟ نعمل ايه بقى؟ وتقلع يعني من فوق كده، يبقى ظهرك كده باين، ظهرك وبطنك يعني. هكنسه وانا قالع يعني؟ لا، تنزل تتمرمغ في الزواج ده. ليه يا ست؟ عليا ندر. عليا عقوبه. عليكش عقوبه. انا مش فاهم، ده عذابات. هو بيختبر. شغال في السيرك. طيب هو بيختبر قوه تحملك. يعني ايه قوه تحملي في كده يعني؟ ايوه، لازم تتمرمغ في الزواج على قد ما تقدر لحد يا بنتي. انا لو دخلت الاختبارات دي مش هتلاقي واحد فيا تتجوزيه، انا مش هبقى موجود. لا ازاي؟ انا مش هبقى عايش. ابويا عدى على كل الاختبارات دي عشان ياخد امي. ابوك عدى؟ اي، ما عشان كده. ايه ده وشه متقطع عدى ولا ما عداش؟ انت عايزاني ابقى زيه كده يعني؟ حد بس من الاختبارات دي. مرمغ في الزواج لحد ما ظهرك يبربر دم. لحد ايه؟ ما ظهرك يبربر دم. وافرض ما بربرش دم؟ لا، تبقى حاطط حاجه انت على ظهرك، ينفعش. لازم يبربر دم. يبربر دم وتتحمل، يعني يبقوا عارفين انك انت في دم بيطلع منك وبتتحمل. لازم يكون في الم. ايوه، هو ده صح الألم. كده؟ هو ابوك بيتكيف بالالم؟ ايوه. ابوك اشتغل مع عشماوي قبل كده؟ لا، انت عديت بالاختبار ده. تدخل على الاختبار اللي بعده. يا اختي، اعصاب رجلك بقى. اعصاب رجلي؟ اعصاب رجلك واعصاب ايدك، اعصابك كلها. ازاي؟ ايه، هيقطعوها بمشارط؟ لا. ولا ايه؟ تعرف الجزقه؟ العمود النور اهو، جزقه. تفضل طالع نازل من الصبح للعشيه
من يا اختي؟ من الصبح العشية طالع نازل على القزقة. لو افضل اطلع امسك في الازرق واطلع يعني؟ بطريقتك من غير ما يدوك حبل ولا حاجة، تطلع لحد فوق آخر القزقة وتنزل، تطلع وتنزل تطلع وتنزل لحد ما يبان لك صاحب. ده انا لو قرد في السافانا، تمام، لو قرد في غابات الامازون وبعرف اطلع، يعني ده فرضا يعني ان انا عرفت اطلع، او في الشام عرفت ان انا اطلع يعني، شفت بالقزقة سخنة وبقيت متمكن يعني. أيوة. تمام، تبقى ملهلب. هتعب لو انا قرد، هتعب من الصبح الليل ليه؟ القزقة بتبقى ملهلبة، بتبقى سخنة. ما هي دي الحكمة، انك انت تقدر تطلعها وهي ملهلبة. يا بنت اجيب لك تمثال تتجوزيه، اجيب لك تمثال، اجيب لك ريبوت. يا ابويا الكلام ده كله يعني سهل وعدينا. اجيب لك ريبوت. ايه ريبوت؟ اجيب لك واحد انسان آلة تتجوزيه ما بيتأثرش. ايه ريبوت؟ انا اتجوزت اجانب. والله ده انت الاجنبيه والله. تطلع على القزقة طالع نازل طالع نازل من الصبح للعشية، عديت الاختبار ده يبقى تموت تدفن، اول ما تعديه تدفن على طول. يحفروا لك تحت القزقة، انت تروح تواجع كده، تروح هم ردمين عليك، يلا الله يرحمه اللي بعده. صح؟ لا يا ولدي، لسه في الاختبار الاخير. ايه الاختبار الاخير؟ مش فاهم. لسه في الاختبار الاخير. ايوه هاتي. ده لو عديت عليه خلاص مبروك عليك. انا ايه الاختبار بقى الاخير؟ ابوي هيلعبك لعبه. ايه؟ ابوي هيلعبك لعبه. هيلعبني لعبه؟ اي في لعبه يعني خلاص في الموضوع؟ هيروق عليا يعني في حاجه؟ اي ده اذا كان فيها نفس يعني. لا هيبقى فيك لو انت عديته. الثقه دي واثقه يعني مش فاهم انت. ايوه انا قلت لهم اعملوا له اصعب واسوأ اختبارات عملتوها فيك يا بلد. يعني الحاجات دي بسببك انت؟ لا مش بسببي، ده هو اختار لك برضه حاجات حنينه يعني. في اصعب من كده. ماشي انا بشتري منك بس. كملي. ايه اللعبه بقى الجميله اللي ابوك هيلعبهاني؟ اكيد جميله شبهه كده. ايوه. ابوي هيلعبك حطب. يعني ايه؟ يعني حطب؟ لا هقول لك، تقف قدام ابويا بذات نفسه وتلعب معاه لعبه الحطب، انت ونبوت وهو نبوت، وتقعد عارفها الحطب ازاي يعني؟ اللي هي تك 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 تك، اللي هي كده دي. ايوه الله ينور عليك. انا كل ده مش فاهم يعني. انا هلعب ابوك حطب؟ ايوه تلعب ابويا. وابويا ده محدش بيكسب ابدا عشان تبقى عارف. اما عشان كده ده ليفل الوحش يعني. ده اللي هو اخر الاختبارات. اخر طبعا لازم تقابل ابويا في الاخر. ابوك الساعد بتاعه بس نص متر هنا. اديله الصحه ربنا يديه الصحه يعني. ايوه. ده هلعب معاه حطب ازاي انا؟ تلعب مع حطب بالنبوت. اللي يضرب الثاني على راسه 3 ضربات ايوه يبقى هو اللي كسب بالنبوت. لا ثواني يعني فرضا ان انا عرفت اضرب ابوكي ضربه بعد الشر يعني. هو هيبقى عايش يعني، ياخد الثانيه والثالثه عشان لا ابويا ما تقلقش، ابويا بيستحمل. وانا بقى لو ضربني ضربه واحده هبقى عايش، اخد الثانيه والثالثه. ايوه. ممكن نبقى تعادل ونصفي نلعب شوط اضافي. لا فيش تعادل فيها، دي الضربه يعني موت يعني. هو كل الحاجات دي ليه؟ عشان تتجوزني. جوازها كابر. صدقني بالله. لا اله الا الله. يا اخي يخرب بيت اللي يبقى عايز يتجوزك ولا اساسا يعني يتلم عليك في يوم. ليه ده كله؟ بقول لك ايه، مش الحاجات دي موجوده في بيتكم انتوا بس والصعيد كله مش موجوده فيه؟ اي. انا هتجوز اي بنت في الصعيد وانت لا. ليه بس يا ولدي؟ كده. ايه اللي زعلك؟ اللي زعلني؟ مش هسمع صوتك خالص. خلاص نشيله اختبار الجزقه. ولا تشيل اختبار الجزقه؟ يعني هو ده اختبار الجزقه ده اللي المشكله فيه؟ أيوة. المشكله في انت مدياني 9 اختبارات ولا 10 كلهم النتيجه بتاعتهم وفاء. وفاء. نشيله اختبار البح، ذكر البح. بس انزلي. استنى. انزلي، مش عايزك في العربيه. نشيله اختبار ايه تاني؟ انزلي مش عايز حاجه. بلاش الكبده. مش عايز حاجه. بلاش الكبده النيه. انزلي مش عايزك معايا. طب نشيل ابو كاليبتو. امشي يا بنت امشي. ابو كاليبتو ولا بكاليبتو ولا ابو زفت. امشي، مش عايز اشوفك تاني. امشي. ده ايه البنات دي؟ طب الجزقه يا بنت امشي.